مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بثلاث مكونات بس راح نعمل مع بعض ألذ وأسهل براونيز صحي بدون دقيق وبدون سكر. براونيز صحي يجيكم ما شاء الله رائع للناس اللي عاملة ريجيم والناس اللي ما تحب تاكل السكر. ففي البداية راح نجيب حبتين من الموز وراح نبتدي نهرسهم باستخدام الشوكة بهذا الشكل. راح نهرس الموز بهذه الطريقة لحد نخليه انه هو يكون ناعم مثل ما موضح في الفيديو. تقريبا هذا هو القوام المطلوب واللي لازم يكون في هذه المرحلة. نجيب حبتين من البيض، طبعا لازم البيض يكون بحرارة الغرفة، يعني لازم تطلعوهم من الثلاجة قبل بربع ساعة. ونضيف رشة من الفانيليا وملعقتين كبار من الكاكاو وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. تخيلوا هالبراونيز صحي بثلاث مكونات بس والطعم خرافي، والأهم من هذا كله بدون سكر وبدون دقيق، يعني بمكونات جدا بسيطة وبيجيكم ما شاء الله رائع. نخلط المكونات جدا مع بعض بهذا الشكل لنتحصل على قوام يكون قوام نفس قوام خليط الكيك تقريبا. هذا هو القوام المطلوب واللي لازم يكون. وتهرسوا كويس هذاك البيض مع الموز، وشوفوا ما شاء الله كيف تقريبا صار جاهز معانا. هذا هو الخليط، لازم يكون بهذه النعومة مثل ما شايفين. الآن راح نجيب أي صينية صغيرة تكون متوفرة عندنا. طبعا أنا ما عندي صواني صغيرة جبت هذا وخليت فيه ورق الزبدة، هذا القالب الصغير خليت فيه ورق الزبدة حتى ما يلصق معانا الكيك. وبعدين سكبت كل خليط الكيك فوق ورق الزبدة بهذا الشكل. طبعا في هذه المرحلة لازم الفرن يكون مسخن مسبقا على درجة الحرارة 180 درجة من فوق ومن تحت. وبتخلوا البراونيز تدخلوه للثلاجة، تخلوه في الرف الوسطاني. ومثل ما شايفين هنا سكبت كل الخليط في القالب الكيك ونوزعها بالطريقة هذه بحيث يكون انه متساوي مثل ما شايفين. ومن بعد ندخله للفرن. طبعا لازم الفرن يكون مسخن مسبقا على درجة الحرارة 180. ندخله في الرف الوسطاني ولازم الفرن يكون شغال من فوق ومن تحت. تقريبا ياخذ معنا في الفرن نصف ساعة. وهنا براونيزنا صار جاهز. براونيز صحي بدون سكر بدون دقيق بمكونات جدا بسيطة، وبصراحة الطعم لا يقاوم. أنصحكم إنكم تجربوه، لذيذ لدرجة ما تتخيلوها، وسكرها خفيف ويجنن للناس اللي عاملين ريجيم، الناس اللي ما تحب تاكل سكريات أنصحكم به، خاصة تستخدموه كوجبة خفيفة. يعني لما تجوعوا ممكن تاكلوه تستخدموه كوجبة خفيفة، ما شاء الله يذوب ذوبان في الفم. أتمنى فيديو اليوم وصفة اليوم يكون عجبوكم. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علي بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وأتمنى فيديو اليوم وصفة اليوم يكون عجبوكم.